رغم إتمام 8 صفقات حتى الآن، لم يغلق مسؤولو نادي الزمالك دفتر تدعيم الفريق بعد، حيث يكثف النادي جهوده لحسم التعاقد مع ظهير أيمن وجناح أجنبي قبل غلق باب القيد الصيفي يوم 6 أغسطس الجاري، في محاولة لسد الثغرات التي لا تزال تؤرق الجهاز الفني البلجيكي. يانيك فيريرا المدير الفني للفريق شدد على أهمية إضافة لاعبين في هذين المركزين، خاصة الجبهة اليمني التي تعاني من نقص عددي واضح، إلى جانب الحاجة لجناح هجومي يمتلك المرونة التكتيكية والقدرة على إحداث الفارق. وتسابق إدارة الكرة الزمن لحسم الصفقتين وسط مفاوضات تدار بسرية تامة مع عدد من اللاعبين المحليين والأجانب المعروضين، مع التركيز على جناح يمتلك خبرات إفريقية أو عربية يتماشى مع طبيعة المنافسات المنتظرة محلياً وقارياً. يذكر أن الزمالك أتم تعاقده حتى الآن مع شيكو بانزا، محمد إسماعيل، المهدي سليمان، عمرو ناصر، أحمد شريف، آدم كايد، عبد الحميد المعالي وأحمد ربيع، لكن المشروع الجديد لا يزال في طور البناء ونافذة القيد تغلق قريباً. اقترب المهاجم الدولي الفلسطيني عادي الدباغ من بدء مشواره مع الزمالك، حيث يصل إلى القاهرة غداً الأحد، تمهيداً للانضمام رسمياً إلى الفريق بعد توقيعه على عقد لمدة 4 مواسم خلال الانتقالات الصيفية الجارية. وأنهي الزمالك كل شيء مع اللاعب وناديه شارلروا البلجيكي بعد مفاوضات ناجحة شملت الجوانب المالية والتفاصيل التعاقدية، ليصبح الدباغ أحد أبرز صفقات الأبيض هذا الصيف، في ظل رغبة النادي في تدعيم خط الهجوم قبل بداية الموسم. ورغم ارتباط عادي الدباغ بعقد ممتد مع شارلروا البلجيكي حتى 2026، إلا أنه أبدي رغبة واضحة في خوض تحد جديد بالدوري المصري، وهو ما سهل من إتمام المفاوضات، خاصة مع وجود اهتمام عربي بالتعاقد معه. ويمثل الدباغ مكسباً فنياً وإدارياً للزمالك، خصوصاً أنه يعامل كلاعب محلي في قوائم الدوري، ما يمنح النادي مرونة إضافية دون المساس بمراكز اللاعبين الأجانب. وجاءت الصفقة بعد ترشيحه من جانب بعض وكلاء اللاعبين، وسرعان ما أبدى الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا إعجابه بإمكانات اللاعب، ليتم التحرك رسمياً لحسم الصفقة. الزمالك يواصل خطواته بثبات لدعم الفريق قبل لقاء سيراميكا يوم 8 أغسطس، وضم الدباغ خطوة جديدة نحو تشكيل قائمة قوية قادرة على المنافسة محلياً وقارياً في الموسم المقبل.